السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. ومعاكم احمد عبد الغني، وجينا النهارده نكمل حلقات يلا كهربا. كنا اتكلمنا من كام يوم عن ازاي ان احنا بنقدر نعمل كالبريشن للعداد لوماس W100. النهارده ان شاء الله باذن الله هنكمل الموضوع دوت، وهنتكلم على اللود سيل. حلقتنا النهارده هنعرف مع بعض ايه هو اللود سيل، هنعرف مع بعض ايه الفرق بين اللود سيل اللي ليه 4 طرف واللي ليه 6 طرف، وفي الاخر هنعرف ازاي بنعمل تيست واختبر اللود سيل بتاعي واعرف اذا كان بايظ ولا شغال. يا رب تكون حلقه مفيده، ويلا بينا يلا بينا. زي ما نوينا في المقدمه بالظبط، النهارده حلقتنا هتكون عن اللود سيل. اللود سيل زي ما احنا شايفين هو عباره عن مقاومات متوصله بطريقه معينه. الغرض منها ان هي بتحول لي التنشن اللي هي قوه الشد ل ملي فولت، وريزيستنت بتتقري على العداد بتاعي بقرايات انا بظبطها من كالبريشن عشان خاطر يبقى الميزان عندي تمام. بمعنى ايه؟ النهارده انت لما عندك لود سيل بتثبت في الجسم اللي انت عايز تثبته فيه، وبيكون موجود فيه الميزان، والميزان موجود حر. هو بس يعني الميزان بيكون راكب على اللود سيل، وبيكون الميزان حر، اللي شايله هو اللود سيل. لما بتيجي حضرتك تحط وزن على الميزان او تحط وزن في الميزان، بيبدأ الميزان ينزل سنة. السنة دي بنسميها التنشن، هي قوة الشد اللي عن طريق المقاومات اللي جوه. لما بيحس بتغيرات معينه في مقاومات معينه بيبدا يخرج في طبعا مقاومات للدخل وفي مقاومات للخارج، بيبدا يغير قرايات المقاومات الدخل بتاع الخارج بتاعي عشان يديني القرايه اللي انا اوريدي عامل كالبريشن عليها. ده باختصار شديد اللود سيل. ومهم جدا نبقى عارفين هو عباره عن مجموعه مقاومات ريزيستنس متوصله بطريقه معينه مع بعض. ده ما يهمناش، لكن المهم معانا هي المقاومات. هنعرف ليه بعد كده. بعد كده هنتكلم على الحته المهمه جدا واللي بتهم ناس كتير. بنلاقي لود سيلات بتكون من 4 طرف، الاحمر والاسود والاخضر والابيض. ونلاقي لود سيلات تانية 6 اطراف فيها ال4 اطراف، وبيتزود عليها لونين تانيين زي الاصفر وزي البني، ايا كان اللونين اللي هتزودوا هم ايه. هنعرف مع بعض الفرق ما بين ال4 طرف وال6 طرف. بالنسبه لي الستاندرد والاساس هم ال4 طرف اللي انا بقدر اشتغل عليه، وهي عن طريق ال4 طرف هنفهم ازاي بنتعامل مع ال6 طرف. ال4 طرف هم عباره عن ايه؟ زي ما قلنا الاحمر وده بنقول عليه البوزيتيف اكزايتيشن، والاسود بنسميه النيجاتيف اكزايتيشن، والاخضر بنسميه البوزيتيف سيجنال، والابيض هو الماينس سيجنال. طب ايه الفروقات بين الاثنين الثلاثه الاربعه دولت؟ البوزيتيف اكزايتيشن اللي هو الاحمر، والنيجاتيف اكزايتيشن اللي هو الاسود، هما الباور اللي الفولت بياخده من العداد عشان يقدر يغذي بيه دايره المقاومات اللي جوه اللود سيل. يعني ده السبلاي بتاعي، ده الفولت اللي بيخش يقوم لي الدنيا جوه. اما السيجنال هو الخارج بتاعي، هي الاشاره بتاعتي اللي بتكون في الملي فولت على العداد بتاعي عشان تديني القرايه اللي انا اوريدي مظبط عليها الكالبريشن والمعايره بتاعتي. معنى يعني خلاص كده اتاكدنا مع بعض وفهمنا ان البوزيتيف والنيجاتيف اكزايتيشن هما الدخل بتاعي. الدخل اللي هو الباور اللي داخل بيغذي مجموعه المقاومات جوه اللود سيل، والاحمر والاخضر والابيض هما البوزيتيف والنيجاتيف سيجنال، هي الاشاره الخارجه اللي رايحه للجهاز او رايحه للعداد عشان يبدا يديني قرايه اللي انا اوريدي مظبط الكالبريشن عليها. طيب ايه حكايه بقى ال6 طرف؟ ال6 طرف هم ال4 طرف. هو زي يعني بيتضاف فردتين او طرفين على الاربعه اللي احنا قلناهم، اللي هم البوزيتيف والنيجاتيف اكزايتيشن والبوزيتيف والنيجاتيف سيجنال. بيتضاف عليهم فردتين كمان او طرفين كمان، البوزيتيف والنيجاتيف سنس. ايه بقى البوزيتيف والنيجاتيف سنس؟ البوزيتيف سنس هي ريفرنس للبوزيتيف اكزايتيشن. يعني لو انا جبت الطرف الاحمر وقسته بزر مع كل الاطراف التانية الخمسه الباقيه، هيجي في واحد من الخمسه هيقيس بزر. البزر ده هو البوزيتيف سنس. هما الاتنين واحد، اروح جاي واخدهم كده في اشاره واحده ومشنطهم مع بعض. اروح تاني بقى للنيجاتيف سنس. النيجاتيف سنس هي ريفرنس للنيجاتيف اكزايتيشن. اروح برضو للطرف الاسود وامسكه كده بالافو، الطرف اظبط افو على البزر، وهنعرف عملي دلوقتي ازاي بنظبط الافو على البزر. اظبطه على البزر وابدا. انا خلاص انا خدت طرفين، يبقى معايا واخد معايا طرف، يبقى معايا 3 اطراف تانيين. ابدا
اقيس بطرف الافو التاني، وابدا امشي على كل طرف من الاطراف التلاتة التانيين لغايه لما يجي معايا فرده وهي هتكون مبذره معايا. وهو ده كده البوزيتيف والنيجاتيف سنس والاكزيتيشن، اخدهم برضو طرف واحد. اصبح عندي 4 طرف، الطرفين عندي 4. عندي البوزيتيف والنيجاتيف سيجنال فردتين، فرده لكل واحده فيهم، وعندي بوزيتيف ونيجاتيف اكزيتيشن فردتين لكل حاجه منهم. طب حد يقول لي طب ايه اللخبطه دي وليه 6؟ والله دوت ده حسب التصميم بتاع اللود سيل وحسب الشركه المصنعه ليه، ولكن في الاخر انت بتخلي ال6 طرف بتخليهم 4 طرف. تعالى بقى بشكل عملي هنشوف ازاي بنعمل بنظبط الافو على البزر عشان نقدر نشوف موضوع البوزيتيف اكزيتيشن والنيجاتيف اكزيتيشن. نخليه على البزر، اللي هو بيقيس معانا الشورت سيركت زي ما احنا شايفين كده. لو عندي كابلين، عندي حاجه فيها شورت سيركت هيديني بزر زي ما احنا شايفين كده. فهيقيس بقى زي ما قلنا كده البوزيتيف اكزيتيشن مع البوزيتيف سنس، اللي هو هناخد الطرف الاحمر ونقيس بقيه الاطراف التانية اللي موجوده. فلازم يديني شورت سيركت زي كده بزر. لما يديني بزر يبقى ده خلاص البوزيتيف اكزيتيشن مع البوزيتيف سنس. ونفس الكلام بالنسبه للنيجاتيف اكزيتيشن مع النيجاتيف سنس، نفس الكلام. وخلي البوزيتيف اكزيتيشن مع البوزيتيف سنس نقطه واحده عشان اجنطهم مع بعض، واخلي النيجاتيف اكزيتيشن مع النيجاتيف سنس برضو نقطه واحده واجنطهم مع بعض. كده انا حولت الاربعه 6 طرف ل4 طرف. بعد ما شفنا ورجعنا على الموضوع ازاي بخلي ال6 اطراف بخليهم 4 طرف، لان ال4 طرف هم الاساس بالنسبه لي. تعالى بقى نروح لحاجه مهمه جدا، وهي ازاي ان انا اعمل تيست. قبل ما نفكر نعمل تيست على اللود سيل دايما لازم تبقى عندك قاعده صريحه مريحه، هي انك انت دايما لما بتلاقي ميزان فيه اكتر من لود سيل مش هينفع انك انت تقيس تختبر اللود سيلات من الكنترول او من اللوحه الاساسيه، لان حضرتك كل اللود سيلات اللي متوصله اللي موجوده على الميزان هي متوصله مع بعض سيريس مع بعض على التوالي، ومتجنطه في كابل واحد، والكابل ده رايح للكنترول. فانا مش هينفع اعمل كده. انا عشان خاطر اختبر اللود سيلات لازم اختبر لود سيل. هروح على التجنيطه وافكها وامسك لود سيل ابدا اختبر اللود سيل بتاعي. طبعا زي ما قلنا اللود سيل هو عباره عن 4 اطراف، ولو 6 احنا حولناهم ل4. طيب اللي هم الاحمر والاسود ده البوزيتيف اكزيتيشن والنيجاتيف اكزيتيشن. ده هروح جايب الافو زي ما هنشوف بعد شويه مع بعض عملي، ببدا اظبط الافو على الاوم، وابدا اروح امسك طرفين الافو على الاحمر وعلى الاسود. الطبيعي ان هو هيديني ايه؟ طبيعي لازم يديني من 420 ل 390 اوم. ونرجع ليه بنقيس اوم؟ عشان اللود سيلات هي عباره عن زي ما قلنا في الاول، هي عباره عن مجموعه ريزيستنس مقاومات متوصله بشكل معين عشان تؤدي الغرض اللي احنا عارفينه. بتحول لي قوه الشد ل ملي فولت، وتغير في الريزيستنس لملي فولت عشان خاطر انها تديني القرايه اللي انا مظبط عليها العداد بتاعي. يبقى زي ما قلنا كده هنمسك طرفين الافو واحنا مظبطينه على الاوم، ونبدا نقيس طرفين الاحمر مع الاسود، والمفروض يديني من 390 ل 420. جميل جدا. نروح بقى على السيجنال بوزيتيف والنيجاتيف، الاخضر والابيض، نفس طرفين الافو ونقيس هيديني كام؟ 350. لو اللود سيل اللي معاك ما ادكش 350 في السيجنال وما ادكش من 420 ل 390 في الاكزيتيشن، كده اللود سيل اللي عندك فيه مشكله ولازما يتغير. تعالوا بقى نشوف بشكل عملي ازاي بظبط الافو على الاوم، وافضل طريقه للاوم عشان خاطر ما تتلخبطش وتبقى عارف ان الافو فيه رنجات غير الاوم. تعالوا بقى بينا لما نيجي نحب نعمل تيست على الاطراف بتاعت اللود سيل، نشوف اللود سيل شغال ولا مش شغال. زي ما احنا شايفين كده ده الافو اللي هنبقى شغالين بيه، او اي افو تاني هنبدا نظبطه على الاوم. طبعا زي ما انتم شايفين كده هتلاقي هنا بالميجا اوم، انا عايز الاوم بالظبط، فنبدا نظبط الرينج بتاعه. هنا في الاوم، بس برضو الافضل منه عشان خاطر ما نتلخبطش هنظبط برضو الافو بتاعنا على نفس التظبيطه.
على البصر. لما اقيس البوزيتيف اكزيتيشن مع النيجاتيف اكزيتيشن هيديني المفروض القرايه اللي تديني من 390 ل 420. اي قرايه في الرينج من 420 ل 390 يبقى انا كده تمام. اروح اقيس البوزيتيف سيجنال مع النيجاتيف سيجنال اللي هو الاخضر والابيض هيديني 350. اذا انا لما اقيس الاحمر مع الاسود اللي هو البوزيتيف ونيجاتيف اكزيتيشن يديني من 390 ل 420 في الرينج دوت. واروح اقيس الاخضر مع الابيض اللي هو البوزيتيف سيجنال مع نيجاتيف سيجنال اقيسهم مع بعض يديني 350. اذا عندي كده اللود سيل شغال وتمام وزي الفل. اي قرايات غير دولت اللود سيل عندي فيه مشكله ولازم يتغير. بعد ما خلصنا حلقتنا حابب انوه ان الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله هتبقى عباره عن ازاي ان انا بعمل كوميونيكيشن او ازاي ان انا بوصل اللود سيلات او الميزان بالعداد، ازاي بوصلهم مع بعض. بعد ما فهمنا الكالبريشن ازاي ان انا بعاير اصلا، وفهمنا الاساس اصلا من الميزان هو اللود سيلات هو بيتكون من ايه وازاي بنختبره، وايه الفرق بين الستة طرف والاربعة طرف، وازاي ان انا اقدر احول الستة ل4. ما تنسونيش من خير دعائكم وتابعوني عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله في حلقه جديده مع احمد عبد الغني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.